تدور أحداث القصة في قرية حيث عاشت عائلة سعيدة للغاية. توماس وزوجته إلينا وطفلاهما سيباستيان وإنجيل. يمتلك توماس وإلينا مشروعاً زراعياً وتربية الماشية يقال إنه ناجح للغاية في أعمالهما المنزلية الريفية. ولكن في يوم من الأيام تحول كل شيء إلى ظلام عندما كلفت إلينا بإرسال المنتجات الزراعية إلى عملائها في المدينة. لقد حان وقت الحصاد الزراعي. كلفت إلينا بتوصيل المنتجات إلى العملاء في المدينة. أحد العملاء يدعى أندريا، بينما ينسق توماس مع الشركة التي تدعم المشاتل الزراعية للمزارعين في منطقتهم. بعد إرسال الخضروات والفواكه، عادت إلينا إلى القرية لمواصلة عملها كالمعتاد. في اليوم التالي سلمت إلينا طلب العميل وذهبت لإلقاء نظرة على متجر البوتيك، ثم قابلت أندريا التي كانت أيضاً مالكة المتجر. عندما لاحظت إلينا فستاناً أسود أعجبها حقاً، قالت أندريا إنه سيبدو جيداً على إلينا، لذا وعدت أندريا بالاحتفاظ به لإلينا لتشتريه. في اليوم التالي بعد العمل في المزرعة، التقت إلينا بأندريا في المطعم للحصول على الفستان المتفق عليه. بدت إلينا سعيدة عندما تناولت هي وأندريا الطعام معاً. في تلك الليلة وجد توماس فستاناً أسوداً في الخزانة اشترته إلينا. على الرغم من أن توماس لا يعرف ذلك، إلا أن مشاعر إلينا الآن تجاه أندريا. لكن توماس كان سعيداً برؤية إلينا ترتدي ذلك الفستان، وأخيراً نشأت بينهما قصة حب. في اليوم التالي ذهبت إلينا إلى المدينة والتقت أندريا، حيث بدأوا سحابة مظلمة لتغطية وجه توماس المشرق. في إحدى الليالي عندما طلب توماس إقامة علاقة رومانسية، رفضت إلينا بشدة أنه يحتاج إلى استراحة. جعل هذا توماس مليئاً بالشك. وفي اليوم التالي تبع توماس إلينا التي ذهبت إلى المدينة ووجدها مع أندريا. حقاً كان مشهداً مؤلماً للغاية، لكن توماس لم يرغب في أخبار إلينا أنه يعرف كل شيء بالفعل. فعل توماس هذا عندما كان مشغولاً في المزرعة وترك إلينا تعمل ولم يتحدث كثيراً. في اليوم التالي عادت إلينا إلى المدينة لمقابلة أندريا في منزلها، حيث تستمر علاقتهما في التطور ولا تهتم إلينا بحالة توماس أو عائلته. عندما عادت إلينا إلى المنزل، أدركت أن أحد أقراطها قد سقط في منزل أندريا. حاولت الاتصال للتحقق، لكن أندريا لم تتمكن من الاتصال. كان توماس قد تبع إلينا. ذهب إلى منزل أندريا. ذهب لمواجهة أندريا. حاول تذكير أندريا، لكن موقف أندريا لم يكترث لمشاعر توماس. أدى ذلك إلى أن يضرب توماس الغاضب أندريا فوراً حتى الموت. كان توماس خائفاً جداً عندما أدرك أن أندريا ماتت، فأخذها فوراً إلى الغابة المحيطة لإزالة آثار أندريا. ومع ذلك فإن نباح الكلاب في الغابة جعل توماس يتوقف عن رميها بعيداً. أخذ أخيراً جثة أندريا في سيارته. عاد توماس إلى المنزل، لكن موقفه تجاه إلينا قد تغير، وهو أمر غير معتاد. حاولت إلينا فهم ما حدث، معتقدة أن توماس يعرف سرها، لكنه لم يكن متأكداً من شكوكه بعد. ثم حاولت إلينا الاتصال بأندريا، لكنها لم تتصل. في اليوم التالي في وقت الغداء، غضب توماس فجأة من سيباستيان. فاجأ هذا إلينا، فذهبت إلينا فوراً إلى منزل أندريا، لكنها لم تجده. عادت إلينا إلى المنزل ومارست أنشطتها المعتادة، بينما كانت تراقب توماس الذي كان مشغولاً للغاية في المستودع الخلفي. بعد فترة وجيزة ظهر محقق الشرطة ديفيد، الذي جاء إلى إلينا وتوماس ليسأل عن معلومات حول اختفاء أندريا. فعل ديفيد ذلك لأنه اكتشف تاريخ إلينا في زيارة منزل أندريا، ومع ذلك أوضح أندريا وتوماس أن أندريا كانت زبونتهم. ثم ارتدت إلينا فستاناً أسود ووقفت أمام توماس عازمة على صنع السلام، لكن قلب توماس الجريح لم يستطع أن يتعافى بسرعة. ثم ذهبت إلينا إلى الحمام ووجدت قرطها الذي سقط في منزل أندريا، مدركة أن توماس قد اكتشف سرها مع أندريا. هذا جعل إلينا تذهب إلى المستودع الخلفي وتجد جثة أندريا ملفوفة بالبلاستيك هناك. أخذت إلينا الجثة فوراً في سيارتها حول الغابة وأحرقتها. في تلك الليلة على مائدة العشاء، أخبرت إلينا توماس أنها تعرف كل شيء بالفعل، وأنها فقدت أثر أندريا في الغابة. شجع توماس حتى يمكن استعادة علاقتهما الأسرية ويكونا مستعدين معاً لمواجهة تحقيقات المحققين. بدأت الشرطة الآن في تفتيش منزل أندريا، ووجدت شيئاً غريباً في وفاة أندريا. في اليوم التالي رأت إلينا في الصحيفة خبر اختفاء أندريا. جعل هذا توماس وإلينا خائفين من أن تعثر الشرطة على بصماتهما،
لأنها سجلت تاريخ زياراتهما. ثم بدأ توماس وإلينا في التخطيط لتجنب شكوك الشرطة. عملوا كالمعتاد، يوصلون الفاكهة والخضروات ويلعبون مع طفليهما. ولكن في تلك الليلة ظهر ظل أندريا أمام توماس وأخافه بشدة. في اليوم التالي جاء إليهما محقق الشرطة ديفيد، حيث سأل ديفيد إلينا عن الشخص الذي كان يوصل الفاكهة والخضروات. ثم قالت إلينا: طوال هذا الوقت كانت قد سلمت فقط، ووضعته في الصندوق الذي أعدته أندريا والذي كان أمام الباب، لذلك نادراً ما كانت ترى أندريا. في تلك الليلة زار أندريا شقيقه ميكي وزوجته دولي. كانا معاً في حفلة صغيرة. عندما رفض ميكي مع إلينا غضب توماس بشدة وأوقفهما. في أحد الأيام كان توماس يقود سيارة ووجد امرأة بيجي وهي معلمة سيباستيان تواجه مشاكل في دراجتها. نزل توماس فوراً وساعده. بعد فترة وجيزة تلقت إلينا استدعاء من المدرسة بشأن سيباستيان. ذهب توماس لرؤية بيجي في المدرسة، وكشفت بيجي أن سيباستيان وأصدقائه كانوا يلعبون في الغابة ووجدوا شيئاً مريباً، ثم اتصلوا بالشرطة ووجدوا جثة متفحمة، ومع ذلك حددت الشرطة أنها أندريا. في هذه الأثناء التقى ديفيد بإلينا التي أخبرته بالشيء نفسه عن اكتشاف جثة أندريا. في تلك الليلة عرض ديفيد العديد من الصور والأدلة على إلينا وتوماس اللذين كانا يشتبه في كونهما الجناه. ثم التقى توماس ببيجي واصطحبها إلى مطعم، حيث وثق بها توماس كثيراً. لبعض الوقت لتخفيف حزنهما نصح توماس إلينا بأخذ طفليهما للعب في المركز التجاري. في هذه الأثناء كان لدى توماس اجتماع مع شركة زراعية، لكن توماس لم يبد سعيداً. عاد توماس وأخبر إلينا أنه سيغادر المدينة، ثم قبل المغادرة عانقته إلينا بشدة. في اليوم التالي ستأخذ إلينا طفلها لقضاء عطلة. فجأة اشتبه في أن توماس كان على علاقة سرية مع بيجي. ذهبت إلينا إلى منزل بيجي ودخلت بالقوة وفحصت توماس هناك، واتضح أن إلينا لم تجده. قبل العودة اتصلت إلينا بتوماس، لكن الهاتف لم يكن نشطاً. أرسلت إلينا التي كانت قلقة رسالة إليه قائلة إنها تريد أن يذهب توماس وأطفالهما في عطلة معاً. عادت إلينا إلى المنزل ووجدت سيارة شرطة عند الباب. زعمت أن الشرطة قد اكتشفت من هو مرتكب جريمة قتل أندريا. اتضح أن الشرطة جاءت لتبلغهم أن توماس تعرض لحادث واحد وأن حياته لا يمكن إنقاذها. تبكي إلينا بوجه حزين على وفاة توماس، وكل هذه الخدمات التي سببها غطت وجوه عائلته المرحة بظلالها. كان موت توماس تجسيداً لحبه لإلينا الذي ظل يدافع عنه حتى وفاته. وينتهي الفيلم. شكراً للمشاهدة. إلى اللقاء.